اجي تشوفي معايا كيفاش كنحتفظ بالفطر الا ما كانش عندك فكره. المهم هنا عندي تقريبا 3 كيلو او اكثر ديال الفطر. كميه لا باس بها بما ان الفطر غير موسمي، وبزاف ديال الناس كيبغيو ياكلوه، هو صحي زوين حتى للدراري الصغار. فانا في الوقيته ديالو كنشري كميه لا باس بها، كنحتفظ بها في الثلاجه، وكنبقى ناخذ غير بشويه، يعني داكشي اللي غادي نحتاج. كيف ما كتشوفي معايا هنايا، انا ما غسلتوش نهائيا بالماء، غير مسحته شي شويه من داك التراب اللي كيكون فيه. يا بخي بديت كنحيد له هنايا القشره. كنقيه. كنحيد له غير ديك القشيره اللي بانت لي شي وحده موسخه، لا بانت لي شي وحده نقيه، يعني ما فيها لا ضربه لا سيكاتريس لا تراب لا حتى شي حاجه، كنخليها بالقشره ديالها، يعني سا ديبو عين ميزان. كيف ما كتشوفي معايا بهذه الطريقه، حيدت لها جلده وحيدت لها الراس ديالها. وانا كنت شريت كيلو ونص، يعني بحال مثلا تقريبا بيناتهم نهار، تقريبا بحال هكا. يعني بحال بغيتي تقولي كيلو ونص قديم على كيلو ونص، فمحدو كيقدم وتيزيد يكحل من الداخل. فانا بعض الوحدات لقيتهم من الداخل يعني غاديين للكحوليه، وبعض الوحيدات اللي كانوا جبتهم الاخرين يعني باقي ماغوي، يعني باقي فريش. فكيف ما كتشوفوا معايا كنقي بهذه الطريقه. كملي معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفي الطريقه المعتمده عندي. وكنديروا بهذه الطريقه ديالي في الكونجيلاتور، كيبقى معايا المده طويله اكثر من شهر. وكنجبد غير بالقياس، وما كيفزقش وما كيطلقش الماء وما كيخسرش وما كيتلونش وما كيتغيرلوش اللون ديالو نهائيا، كيبقى في الابيض. فتابعي معايا الطريقه باش تشوفي في الاخر كيفاش غادي ندير نحتفظ به. الأهم من هاد الشيء البنات هو أنكم ما تقيسوش نهائيا بالماء، لأنه هو سونسيبل. غير كتقيسي صافي كيلوى، كيولي زرق، كيولي كحل. فما كيبقاش ما كيبقاوش فيه الفوائد ديالو، ما يعجبكش حتى في الماكله، يعني المنظر ديالو ما كيبقاش زوين. هو في المنظر ديالو كيجي افضل يكون بيض. فحاولوا ما امكن ما تقيسوش نهائيا بالماء. وحتى لا بغيتو تنظفوه مثلا بشي هكا بشي شيفون ولا بشي كلينكس يكون ناشف، يعني الماء نهائيا ما تقيسوش به.
بحال مثلا البنات هنا شوفوا هذه ماغون وهذه بقات كتكحل شويه، يعني الفرق بيناتهم غير نهار. بحال مثلا كيف ما قلت لكم جبت كميه اليوم وكميه عاود لا غد ليه لا رجعت جبتها. ف اين فوا تجيبوه هذا الفطر للدار خصكم تنقيوه وتديروا له هاد الطريقه اللي غتشوفوا معايا وتحتفظوا به باش يبقى فريش وفي نفس اللون ديالو. ما كيبغيش يبقى بزاف لانه دغيا كيخسر. هذه هي الطريقه المعتمده عندي ديما. هذا الشيء اللي كندير له باش كنحتفظ به بوقت يعني كبير، لان ما يمكنش انت غتاكلي الفطر كل نهار ولا غتستعمليه يوميا. ضروري ما واحد النهار صافي غادي يتملي وغتبغي تخليه في الثلاجه حتى تحتاجي تاكليه مره اخرى. المهم انا كنستعملو بحال هكذا في بواطات وكندير له كلينيكس باش الا في حاله ما خرج منه الماء داك الكلينيكس كيشرب. ما يعني كيشرب وما كيتلونش، كيبقى هكاك في اللون ديالو. فانا الكميه الكبيره درتها في البواطات ودرتها في الكونجيلاتور، وبقات لي واحد الكميه صغيره طيبتها داك النهار نيت. فهادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى نكون فدتكم. وشكرا على المشاهده، واللي مازال ما دارش المتابعه يدير متابعه باش يوصلك كل جديد. وما تنساوش تفعلوا الجرس، وإلا عجبك الفيديو استفدتي منه ما تنسايش لايك.